آخر أخبار كرة القدم في دقيقة. في ذهاب دور نصف النهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، فاز نادي باريس سان جيرمان على نادي بايرن ميونخ بنتيجة 5-4. بحسب صحيفة الشيرينجيتو، أبلغ المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز إدارة أتلتيكو مدريد برغبته في الرحيل والانتقال إلى برشلونة للعب تحت قيادة هانز فليك. يسعى اللاعب لتغيير الأجواء، بينما يقدر أتلتيكو قيمته ب 120 إلى 200 مليون يورو، مما يجعل الصفقة معقدة نظرا للأزمة المالية لبرشلونة وسط أنباء عن اتصالات جارية عبر وسطاء. وبحسب صحيفة توتو سبورت، بعد مسيرة حافلة في إنجلترا يقترب جون ستونز من الانتقال إلى يوفنتوس، وقد ينضم بشكل مجاني إلى كتيبة سباليتي. وفي الوقت ذاته تظل احتمالات انتقاله إلى الغريمين الإيطاليين ميلان وإنتر قائمة. وبحسب صحيفة فيتشاخيس، أصبح براهيم دياز هدفا جديا لأرسنال في ظل صعوبة حصوله على مكان أساسي مع ريال مدريد، حيث يرى ميكيل أرتيتا أنه إضافة هجومية مميزة بفضل تعدد مراكزه. ورغم امتداد عقده حتى 2027 قد يوافق النادي على بيعه مقابل نحو 40 مليون يورو.